سامعين الصوت؟ بما ان الشتاء داخل يبقى لازم نعمل الاكلات اللي تدفي. سيف لي الفيديو منشور للشاي الستريبس علشان هنعمل مع بعض ستريبس اجمد من اي مطعم في البيت، مضمون واقتصادي وكمان مقرمش. يلا بينا نبدا بسم الله والصلاه على رسولنا المصطفى. هحتاج لصدر فرخه مغسول كويس جدا بميه وليمون، هقطعه لشرايح طويله متوسطه الحجم زي كده، وده عشان يكون السوا مظبوط من الداخل وكمان ده الشكل المناسب للستريبس. نيجي بقى للتتبيله. في بوله فاضيه هنزل بالفراخ وهنزل عليها بكوبايه من الميه، عليها مكعبين من التلج، وهضيف التوابل اللي عباره عن معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، ورشه جنزبيل ومرقه دجاج، واقلب الميكس ده كله مع بعضه واغطيه واشيله في الثلاجه على الاقل ساعتين. للعجينه السائله هحتاج لكوبايه من الدقيق، عليها معلقه كبيره من النشا، ومعلقه صغيره ملح، معلقه صغيره توم بودره، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره بيكنج باودر ومرقه دجاج، واضيف الميه حسب القوام مع استمرار الضرب بالمضرب اليدوي لحد ما القوام يبقى سائل تماما معانا. نيجي لاخر حاجه وهي الكفر الخارجي، وده عباره عن 3 كوبايات من الدقيق عليهم معلقتين كبار من النشا، هقلبهم مع بعض وفي طاسه على نار عاليه هنزل بكميه من الزيت تغطي الستريبس. لما اجي انزله لازم تكون الكميه مغطيه الستريبس بالكامل، وبالنسبه للنشا ما نكترش عن معلقتين علشان ما تكلبش مننا في الزيت. هناخد قطعه ستريبس وانزل بيها في العجينه واديها تقليبه، بعدين انزل بيها في الدقيق واديها تقليبتين 3 4 وناخدها وننزل بيها في الزيت، ولازم يكون الزيت سخن. بعدين هوطي عليه بعد ما انزل بالستريبس علشان ما يتحرقش، واول ما ياخد لون هقلبه على الناحيه الثانيه ودقيقه واحده وهطلعه واصفيه من الزيت وبس كده يكون جاهز معانا ستريبس بيت اقتصادي مقرمش ومضمون. اللون والطعم والقرمشه في حته 5. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، ولو انت مهتم بالمحتوى بتمنى تصلي على النبي وتدعمني بفولو للبيج وشير للفيديو، ولو مش مهتم صلي على النبي بس. القناه لسه في بدايتها، بدعمكم ان شاء الله هنوصل. مستني رايكم في الكومنتات وقولوا لي حابين اعمل لكم ايه الفتره الجايه. والسلام عليكم.